السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بالجميع. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. تكلمت في الحلقات الأربع من كشف النقاب عن مستور الأنساب عن الدولة العيونية تحديدا، وهذه الدولة العيونية هي الدولة أقيمت آه، اللهم صل على محمد في القرن الرابع الهجري تقريبا، ونسبته لعبد القيس، وقلنا أن أول قادتها أو أول زعمائها أو مؤسسها هو عبد الله بن علي بن محمد ابن إبراهيم العيوني العبقسي جد الأمراء العيونيين، وأن منطقتها هي الأحساء. وللعلم فقد قامت بعد انتهاء الدولة القرمطية أو الحركة القرمطية، وأيضا كانت على أعتاب دولة بني الأصيفر، وهؤلاء بني الأصيفر أيضا إحدى الدول العامرية أو القبائل العامرية من المنتفق من العقيليين. وتكلمنا أيضا وقلنا أن شاعرها ابن المقرب العيوني هو أكثر من منحنا هذه المعلومات عن دولته. وهذا الرجل ولد حوالي سنة 572 في بلدة العيون المعروف بالأحساء، وتوفي حوالي 630 الهجرة. ولا نعرف أين توفي، هل هو بالأحساء أم بالعراق. وهو أيضا من أقارب هؤلاء الولاة في هذه الدولة. وبما أن تكلمنا ب4 حلقات عن هذه الدويلة، وقلنا أنها وصلت من كاظمة شمالا إلى حدود عمان على الأحساء والبحرين، وحكمت فترة طويلة تعدت 100 سنة. نتكلم عن هذا الشاعر الذي نتعرف من خلال قصائده على شخصيته. فقد كان عزيز نفس سامي الهمة طموحا إلى المجد. يقول في إحدى قصائده: يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراما بهند، واشتياقا إلى دأدي، ولم يدر إني ماجد شف جسمه لقاء هموم خيلها أبدا تردي قليل الكرى ماض على الهول مقدم على الليل والبيداء والحر والبرد عدمت فؤادا لا يبيت وهمه كراعي المساعي وارتقاء إلى المجد. كان صاحب عزيمة متوقدة وحماسة لاهبة وقناة صلبة. يقول: وما بلغ العياء إلا ابن حرة قليل افتكار في أمور العواقب، وما العز إلا فوق صهوة سابح، وما المال إلا في شبا كل قاضب، ومن لم يعط الدهر من قبل عضه بنابيه أضحى مضغة للنوائب. وشعره دائما مليء بالحماسة والفروسية والقوة والحكمة. يقول: من سالم الناس لم تسلم يقول من سالم الناس لم تسلم مقاتله منهم، ومن عاش فيهم بالأذى سلم. وقوله: ومن ضيع السيف اتكالا على العصا شكا، وقع حد السيف ممن ينازله. وكان ذا مزاج حاد لا يميل لاستمراء الراحة وتجنب صراع الحياة والضرب في أرجاء الأرض، فنفسه عظيمة في طراد دائب. فيقول: لقد مل جنبي مضجعي من إقامتي، ومل حسامي من مجاورة الغمد، ولج نجيبي في الحنين تشوقا إلى الرحل والإنساع،
والبيد والوحد وأقبل باتصال مهري يقول لي: أأبقى كذا ولا في اضطراد ولا طرد. فإحنا قلنا أن ابن المقرب العيوني عاش في وطنه ومسقط رأسه الأحساء حياة هنيئة، كان معززا مكرما، له ما لأمراء الأسرة الحاكمة من الاحترام والتبجيل، حتى دب الخلاف بين أميرين من أمرائهم فمال بتأييده لأحدهم، فمني بنكبة شديدة قلبت حياته رأسا على عقب. حدثت له تلك النكبة مباشرة بعد تولي محمد بن ماجد إمارة الأحساء، حيث قام الأخير بالانتقام من ابن المقرب الذي ساند منافسه الأمير محمد أبي الحسين أحمد الذي اغتيل عام 605 هجرية. فما أن تمكن محمد بن ماجد من الانتصار على خصومه حتى ألقى القبض على ابن المقرب الذي لم يغادر الأحساء رغم خطورة الأوضاع، فأودعه السجن وصادر أمواله، وخيره بين السجن والنفي، وفي الحالتين سوف تصادر أملاكه، فاختار أن ينفى إلى العراق التي تنقل فيها بين بغداد والبصرة والموصل، فعاد بعدها مرارا إلى مسقط رأسه الأحساء، ولكن الأوضاع السياسية لم تكن على ما يرام، فقد ازداد التناحر بين أفراد البيت العيوني ودب الضعف في الدولة، فحاول جاهدا النصح فلم يسمع منه، وطالب بحقه فلم يعطى حقه من الأموال والأملاك التي صدرت منه، فقرر الرحيل إلى العراق من جديد، وقد اختلف في مكان وفاته هل هو في العراق أم في الأحساء. تعد قصائد هذا الشاعر الكبير أهم مصدر لمعرفة تاريخ الدولة العيونية وشخصيتها والأحداث التي جرت عليها، وكما أنه نقل لنا الكثير من الصور عن الحياة الاجتماعية والفكرية، وكذلك تكلم في قصائده عن القبائل والأجناس والأعراق التي تكون منها النسيج السكاني في بلاد البحرين آنذاك. عبد الله ابن المقرب العيوني في قصيدة له تكلم عن نهاية دولته، وكما عرفنا أن الدولة العيونية في بدايتها قامت بالكثير من الحركات ضد القبائل، وكان من ضمنها كما قلنا دولة قبائل بني عامر، القبائل العامرية القيسية، وقلنا أنهم حدث بينهم قتال شديد. وأيضا أخبرنا أن نهاية هذه الدولة العيونية كانت على يد ومساندة القبائل العامرية لخصومهم، فمالت الدولة العيونية بعد ذلك إلى بني العصفور، وهما الدولة العصفورية العامرية القيسية، والتي سنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات سابقة لاحقة إن شاء الله. ولكن من ضمن هذه القصائد التي أتمنى أن تنال على إعجابكم، وأتمنى أيضا أن تقرأوا ما بين السطور، ففيها الكثير من خفايا التاريخ المستور، التي من خلالها يكشف لمن يبحث في التاريخ والأنساب عن ما جرى في تلك الحقبة التاريخية المظلمة. يقول: أفي كل يوم للخطوب أصالي على مال أحداث الزمان ومالي، يفجعنني في كل يوم يمر بي بأنفس مال أو بأشرف آلي، أرى الشر قداما وخلفا وأتقي نبال الأذى عن يمنة وشمالي، إذا قلت جلي بعض همي أتت له نوائب أمضى من حدود نصالي، كأن الرزايا والمنايا تحالفا على عكس آمالي وبث مآلي، لحى الله هذا الدهر كم يستفزني بخوض بحار أو لشق جبالي، يكلفني جاري الجواد وقد لوى شكالا على ساقي خلف شكالي، وقد مص مخ العظم حتى إزاره وبدله من نية بهزالي، وهل يقطع الشكل الجواد على الونى ولو جال في الآراك كل مجال، أقول وقد فكرت في أمر خلتي وأمري وحال الأرذلين وحالي، ألا ليتني قد كنت خدنا مخادنا لخيط نعام في الفلا ورئالي، ولم أك عارفت اللئام ولم أنط حبال خسيس منهم بحبالي، فلم أرى منهم غير خب يمدني لسان محب من طوية قالي، له شيمة السنور في لطف خدعة ولكنه في اللمس حية ضالي، إذا جئت فداني وأبدى بشاشة ولاحظني منه بعين جلالي، وإن غبت أدنى ساعة من لحاظة تمحل في عيني بكل محالي، إلى الله أشكو من جميع في معاشر هم شر ما
ماض في الزمان وتالي، صحبتهم مستصفيا فوجدتهم أليم عذاب في أشد نكالي. إذا قلت حل الدهر غل صدورهم، أبت سوء الأخلاق وقبح خصالي، ولا ذنب لي إلا حجا وبراعة ومجد وبيت في ربيعة عالي، وميلي إلى أهل التواضع والعلا بودي وبغضي لأسفل المتعالي، ومعرفة آبائهم وجدودهم، ورفضي لقيل في الأنام وقالي لعلمي بيوم ما به ذو ندامة يرد، ولا ذو عثرة بمقال، ولا سيد الجبار فيه بسيد مطاع، ولا عالي الرعاء بعالي، به الحكم لله الذي لا قضاءه بحيف، ولا سلطانه بمزال يداريهم، حتى كأني لديهم أسير طعان أو أسير سؤالي، ولو شئت قد كنت المداري، لأنني أصول بأيدي في الأنام طوال، إذا شئت لب دعوتي كل ماجد يعد ليوم نائل، ونزالي جبال إذا طاشت حلوم بني الوغى رواس، ولكن في شخوص رجالي على كل محبوك القرى شيخ النساء تجيء رعالا من وراء رعال، نتاج بن حلاب وقيد ولاحق، وغل المذاك كامل وعقالي، بها كم وطئنا من رقاب قبيلة، وحي على مر الزمان حلال، وذو الحمق لو نادى أراه نداءه بنات ابن آوى في شخوص سعالي، تجيء بآلات لها مستعدة لحصد غلال، لا لضرب تلال على كل مرقوم الذرعين ينتمي، يا لآل عم في الكداد وخالي، تشاحج فيها آتن موجدية ينسن بآذان لهن طوال، لنا كدحهم في حيث كانوا، وكدحها حلال من الباري وغير حلال، عدمت زمان السوء أما بذاته فعطل، وأما بومة فهو حالي، أراه ولوعا بالكرام مليسا كلس الكلى من يمنة وشمال، كأن له ثار على كل ماجد جمال، لأهل الأرض وابن جمال، فقلت لبني الأوباش مهلا فأنها ليالي، وتأتي بعدهن ليالي، فإن رقدت عين الزمان هنيئة، فكم يقظة منه أتت بزوالي، فلولا أفول الشمس لم يبن السماء، ولولا الدجى ما لاحظ ذبالي، فلا تطمع الأوباش فينا فإننا رحاها، وما بالأوباش غير ثقالي، فإن هتيما لو حوت ما لهاشم هتيم، فلا يغررك طيف خيالي، سترجع فيما عودت مع حميرها، ومن خرق أشنان وخصف نعالي، فصبر قليلا سوف تجني غراسها ثمارا بلا يا أينعت ووبالي، وإلا فلا عزة ملول البني أبي، ولا خطر الفعل الجميل ببالي، فكل له مما قضى الله عادة ستدركه لو نال كل منال، فسوف ترون الشمس قد غال نورها نجوم مسمات وبدر كمال، فكيف بها مغسولة لو تساقطت لما عدلت في الفقد عود خلالي، ومن عود الله الجميل فإنه سيبقى بجد في العشيرة عالي، على ذاك مني شاهد غير غائب يبين للأقوام صدق مقالي، وآل بني جروان لما رمتهم بداء على غير الكرام عذال، أرادت عداهم نيل ما كان من علي لهم يا لقوم من عمى وضلال، وأطمعهم قتل الرئيس وما جرى من إخراج آل واستباحة مال، فما ربحوا غير العناء، وإن غدت عقولهم تدعي عقول سخال، وهل عمل أغنى عن مال أو شقى حرارة ظمآن تريع آلي، فلم يمض إلا الحول ثم رأيتهم على روم شانهم بأنعم بالي، يلوذ معاديهم بهم وهو خاضع كما تخضع الجرب العجاف لطالي، فلو أنهم شاءوا لأصخت منازل تمر بها الأيام وهي خوالي، ولكن حسن العفو منهم سجية إذا ما عفا وال وعاقب والي، ومن حق بيت منه يعزي ابن عبد دوام علو في أتم كمال، ومن يلقى إبراهيم يلقى ابن تاريح أخي العزم أخي العزم في نسك وعزل خلال، ويلقى ابن يعقوب المكرم يوسفا بل الهدي في عفة وجمال، فتى حل من عليا لكيز وعامر بأحلى محل من ذرع وقلال، فيأبى أخلاقه الغر إنها لعذب من صاف الثغاب جلالي، أخ وابن عم حين أدعو والد شقيق وخل لا يخون وكالي، كفى ساكن البحرين كل عظيمة وناء بأعباء تكدف تكون ثقالي، فلولاه لا زال الرفيع عماده لصال عليه الدهر كل مصالح، فدام له طول البقاء معظما لعقر مثال
أو لمنع نوال ولا زال يعلو في السعادة جلده وينمى بلا نقص بما هلال. تكلم الرجل وتكلم وأنشد وبكى وتباكى عن مجد ظن أنه سيعود، سب قبائل كانت سببا بنهاية هذا الحكم، وذكر أسماء تمنى أن يعودوا كما عادوا، وظن أن الدهر لن يجور عليهم. ولكن باغتيال الأمير محمد بن أحمد كانت بداية النهاية للدولة العيونية التي عصفت بأركانها صراعات أفراد البيت العيوني، وأغلب ما تكون تلك الصراعات بالاستعانة بالدولة العباسية التي لا تتحالف إلا مع الأقوى. وكانت الاستعانة أيضا بالقبائل البدوية التي تقطن الصحراء ولا تستغني عن التزود من خيرات الواحات على جدب الصحراء. فبعد تولي غرير الذي تمكن من اغتيال الأمير محمد بن أحمد كما ذكرنا، تمكن الفضل بن محمد بمساعدة الدولة العباسية من انتزاع السلطة في القطيف وأوال اللي هي البحرين سنة 606 للهجرة، والأخذ بثار أبيه بعد أن وقع اتفاقية مع حاكم جزيرة قيس للاشتراك معه في حربه ومساعدته على تثبيت ملكه في القطيف وأوال. وقد كانت هذه الاتفاقية مثابة المسمار الأخير في نعش الدولة العيونية التي غدت تتجاذبها الأخطار الخارجية ممثلة في قبيلة بني عامر وحاكم قيس من جهة، والخلافات الداخلية بين الأمراء العيونيين الذين تعاقبوا على السلطة بشكل سريع من جهة أخرى. شجعت أوضاع الدولة العيونية المتهالكة قبيلة بني عامر في الانقضاض على الأحساء وفرض سيطرتهم عليها بقيادة أحد زعمائهم وهو عصفور بن راشد بن عم بن سنان في حدود العقد الثاني من القرن السابع الهجري. وما لبثت أن تلتها القطيف التي تمكن أبو عاصم بن سرحان محمد بن عميرة أحد شيوخ بني عامر من الاستيلاء عليها في حدود سنة 630 للهجرة، وطرد أميرها العيوني الذي لجأ إلى أوال آخر معاقل الدولة العيونية، والتي بدورها تعرضت للعديد من الهجمات المنظمة من أتابكية شيراز، كان آخرها الحملة التي قادها الأتابك أبو بكر السلغري سنة 636 هجرية، والذي تمكن من خلالها من الاستيلاء على جزيرة أوال وهي البحرين وقتل آخر الأمراء العيونيين محمد بن ماجد، والقضاء على الدولة العيونية بعد أن حكمت بلاد البحرين قرابة 167 عاما. انتهت هذه الصفحات من تاريخ الدولة العيونية التي ابتدأت بطرد بني عامر وانتهت بقدوم بني عامر، لنبدأ حلقة أخرى إن شاء الله قريبا نتحدث فيها عن الدولة العامرية العصفورية الجديدة. إلى ذلك الحين استودعتكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.